يلا بقى تعالوا نعمل اللانشون الخطير ده في قلب البيت. لانشون فراخ بالزيتون، حاجة كده. بصي، شايفة اللانشون؟ شايفة من جوه عامل ازاي؟ طرية بقى ونفس طعم بره بالظبط، بس احنا حاطين بقى فيه فراخ، مش اي حاجة يعني. جربوا الفكرة يا جماعة، هتعجبكم جدا. ادخلوا بقى شوفوا الفيديو وقولوا لي ايه رأيكم. بس يا ريت تشوفوا الفيديو للآخر وتعملوا لايك، ولو انت مش مشتركة عندي في القناة يا ريت تشتركي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دايما بحب أبدأ كلامي معاكم بالصلاة على النبي، صلي وبلاش تبخلي. النهاردة بقى يا ست الكل هنعمل مع بعض لانشون الفراخ بكل سهولة وبساطة، وهتعمليه في البيت وهتبطلي من بره خالص تشتريه. نقول بسم الله كده ونشوف مقاديرنا. عندي هنا ربع كيلو من الفراخ البانيه. بتجيبيها تغسليها كويس جدا وبتفرميها ناعم كده في في المفرمه، في كبة الخلاط، في اي حاجه هتتفرم معاكي حلو جدا. حتى لو ما عندكيش حاجه تفرمي فيها، هتجمدي الفراخ في الفريزر وعلى المبشره بتاعه البصل وهتتفرم معاكي تمام. يبقى عندي هنا ربع كيلو من الفراخ. بس احنا بنقول طالما لانشون فراخ يا جماعه لازم يكون في نسبه من الفراخ. ما ينفعش اضحك عليكي واقول لك حط بيض وجبنه موتزاريلا وجبنه مثلثات وشويه بهارات ودقيق وده لانشون فراخ، لا، لازم يكون في نسبه. هنا ده ربع كيلو، يعني حاجه يعني تقريبا 13 جنيه الكيلو، عامل 45 جنيه دلوقتي، مش غالي خالص. عندي هنا 3 بيضات متوسطين. عندي كمان نص كوبايه من الزيت. عندي نص كوبايه من الدقيق. عندي زيتون، ممكن لو انتي مش عايزه تضيفي الزيتون تضيفي شويه من الفلفل الاسمر. عندي هنا بقى معلقة كبيرة من النشا، ودي ضروري تمام. عندي 3 مكعبات من الجبنة المثلثات، ممكن تحطي جبنة كريمي، اي نوع جبنة انت بتفضليه. عندي هنا مكعبين مرقة، لو حابة تستغني عنهم وما تحطهمش زودي البهارات بتاعتك شوية تمام. عندي بقى هنا معلقة صغيرة من كل حاجة، توم باودر، بصل باودر، وجنزبيل. وعندي هنا فصين من الحبهان، وده اساسي في في لانشون الفراخ، لازم جنزبيل ولازم حبهان. عندي بقى ربع معلقة من البهارات المشكلة تمام. بهارات فراخ، والبهارات السبعة بتكون شاملة كل حاجة، لو عندك البهارات السبعة حطيها. عندي ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وعندي ربع معلقة من البابريكا. أنا ما كترتش البابريكا عشان أنا مش عايزة لونه يغمق معايا، عشان انتوا عارفين عامة لانشون الفراخ بيكون لونه فاتح تمام. طبعا مش هحط اي الوان صناعيه، هو عامه لانشون الفراخ بيكون ابيض. الوقت بقى كده هنشيل الزيتون ده، مش هنحتاجه خالص دلوقتي. هنجيب الكبه بتاعتنا، انا لسه فارمه فيها الفراخ تمام. وهنحط الفراخ كده بسم الله. مهم. كده. وكمان هحط البهارات بتاعتي، وهحط كل حاجة، عامة كل حاجة يعني هضيفيها. عندنا هنا المكعبات بتاع المرقة، انا ما ضفتش ملح في الوصفة بتاعتي لان طبعا المكعبات بيكون فيها الملح حلو جدا، وكمان هضيف زيتون فعشان ما يكونش حادق. وهحط الجبنة والنشا تمام. وهحط الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط كمان البيض. البيض بتاعك لازم تكون البيضة وسط، يعني لو البيض حجمه كبير يبقى كفاية بيضتين 2. وهحط هنا كمان نص كوباية الدقيق. وهشغل الكبة بتاعتي دي بقى، وهفرم كل المكونات بتاعتي دي تاني كده بسم الله. لازم تفرميها وتنعميها كويس جدا. فانا كنت في البداية عشان هي الكبة اصلا صغنونة، كنت فرمت الفراخ الاول، وبعدين هرجع اعيد بقى فرم كل حاجة تاني بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما فرمت كل الخليط عندي اهو، شايفه بيكون ناعم معاكي ازاي اهو كده. الوقت بقى هنجيب الاسترتش اللي هو ده تمام. لو انتي مش حابه تحطي في ده اعملي كيسه بلاستيك انتي وراحتك يعني، بس عامه هو ده بيكون صحي واحسن من الاكياس البلاستيك تمام. وهنفرده كده نظبطه بس
دلوقتي بقى حبايبي هبدأ افضي اللانشون بتاعي. تمام كده. طبعا انا لسه ما ضفتلوش الزيتون. لو انت بقى حابه في المرحله ديت ما تحطيش زيتون وتحطي فلفل اسمر، انت وراحتك. بس شايفين القوام؟ انا حابه بس اوريكم القوام. هو بيكون تقيل كده. تمام. بيكون تقيل بالشكل ده كده يا جماعه. بس الريحه بقى يعني حاجه كده لانشون لانشون بقى، مش اي كلام. طبعا اصلا مصانع الفراخ مش هتحط لك لحمه يا جماعه ولا هتحط لك فراخ، هي كل الموضوع بيكون شويه اطعمه كده بس مش اكتر. دلوقتي بقى هنحط الزيتون بتاعنا، يعني ايه، خليه كده عشوائي. عشان لما تيجي تقطعي الطرنشات يطلع فيها كلتها. بيكون بردك بالفلفل الاسمر حلو جدا جدا يعني. بس انا ولادي بصراحه ما بيشجعوش الفلفل الاسمر، فانا بحب احط لهم زيتون. دلوقتي طبعا انا حطيت حله على النار فيها ميه. تمام. عشان نبدا نسوي الزيتون بتاعنا ده بقى، اللانشون بتاعنا ده. تمام. بس نفك حته كده حلوه. البتاع ده على فكره مش ضار، يعني الاسترتش ده هو اصلا استرتش غذائي، مفيش منه ضرر ولا حاجه، بل بالعكس يعني احسن من الاكياس البلاستيك. كده هلفه بقى. تمام. عشان انا عايزاه في الاخر يديني نفس شكل اللي بره بالظبط، ويطلع معايا بنفس الشكل. تمام. هتلفي بقى كده، وهنيجي كده من هنا كده ونربط. وبردك بس ده طبعا مش هتكون هي دي اللفه بس، لازم نرجع نلفه كمان. كده نجيب ده اهو على الرخامه بقى كده، ونديله ايه، لفه حلوه. يعني ده الكميه اللي احنا عاملينها دي بتطلع معاكي حوالي كيلو الا ربع كده من اللانشون. وكفايه انها بقى حاجه يعني لحوم وحاجه صحيه. بصوا يا حبايبي، انا رجعت فتحت البقره تاني ولفيته كمان مره اهو. تمام. لفيته لفه حلوه جدا، عشان طبعا لو وصل له نقطه ميه خلاص عليه العوض، باظت الليله. تمام. هجيب دلوقتي كمان الورق الفرن ونرجع نلفه، بس هقطع دي الاول. بصوا يا حبايبي هنا كده بقى، وهنبدا من اول هنا اهو. تمام. وهنلفه كده لفه محترمه اهو كده. تمام. اهم حاجه بقى الربطه ده اهي، دي اهم حاجه بقى. بصي هتلفي كده وتضغطي لجوه بالمنظر ده كده اهو. يعني اهم حاجه ان انت تحكمي دي حلو. وهنرجع برضك من هنا كده ونلفه ونضغط حلو كده يا جماعه. انا عارفه انت ممكن تقولي الموضوع مكلف ومش عارفه ايه، لا والله الحكايه ما هي مكلفه ولا حاجه. يعني الحكايه كلها هتكلفك ايه، 20 جنيه مثلا او 25 جنيه، بس احسن واوفر 100 مره من اللي انت بتشتريه من بره. دلوقتي بعد ما لفيته كويس كده، انا حاطه حله على البوتاجاز فيها ميه بتغلي، هنروح بقى نسقطه فيها. هياخد معانا ساعه وربع على الجهادي وساعه وربع على الجهادي. تمام. هنحطه ونسيب الميه تغلي بيه ونهدى عليه. ماشي. وبعد ما نطلعه من التلاجة هنسيبه على الرخامة يبرد تماما، وندخله بعد ما نطلعه قصدي من الحلة، هنسيبه على الرخامة يبرد حلو جدا. وبعد ما يبرد هنبيته في التلاجة ليلة قبل ما نقطعه. يلا بقى نروح نحطه في الحلة اوريكي بحطه ازاي. اهو يا حبايبي شايفين الشكل؟ شايفة المية مغطياه كله وانا ضغطاه في الحلة ازاي. تمام اهو، عشان البخار بس طالع. هنسيبه ساعتين ونص، ساعتين ونص كده احسبوهم له على نار هاديه خالص. هو يعني النار بتكون هاديه فمش هيسحب منك غاز ولا حاجه. وهنغطي الحله وهنسيبه ساعتين ونص، مش هنيجي ناحيته خالص. وبعد ما نسيبه نطلعه ونحطه على الرخامه يبرد ساعه كده، وبعدين هندخله التلاجة يبات ليله. وان شاء الله بقى بكره باذن الله نرجع نقطعه ونشوف شكله سوا مع بعض.
بس اهم حاجة هيقعد على النار ساعتين ونص، خلي بالك من المعلومة دي، ساعتين ونص يا جماعة يفضل على النار، لان ده دقيق ونشا وفراخ لازم تستوي، وتستوي حلو جدا وتجمد كمان. تمام، ان شاء الله بقى بكرة نرجع نشوف شكله سوا بإذن الله. وده بقى حبايبي اللانشون بتاعنا بعد ما خلص، قعد زي ما قلت لك على النار ساعتين ونص. تمام، وبعد كده طلعته من على النار، حطيته على رخامة المطبخ، برد ساعة، وبعدين دخلته التلاجة تاني. هنفك بس البلاستر ده اهو يا حبايبي، شايفين جماله؟ بصي، عارفة ديت عاملة لها حوالي يعني كيلو ولا حاجة بسيطة. تمام، نقطعه كده بسم الله اهو عشان اوريهولك من جوه، بس هحوش بس الايه البوز كده من قدام كده بسم الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين اللانشون قد ايه جميل وحلو جدا ما شاء الله، طعمه حلو جدا. شايفه مستوي ازاي؟ وفراخ فراخ بقى مش اي كلام يعني. هو طبعا بيكون عايز سكينه حاميه شويه. ده طبعا الزيتون، شايفه ما شاء الله. حلو جدا يا جماعه الفكره، جربوها. ممكن كمان نستعمل القطاعه ديت، تكون يعني احسن شويه، ان هي تطلعه رفنع معانا شويه. بس طبعا بقى عشان تحفظيه لازم تحطيه في كيسه بلاستيك قبل ما تعينيه في التلاجة اهو. شايفه دي بتطلعه كمان يعني ارفع شويه بالمنظر ده كده. هقطعه بقى وبعدين ارجع اوريكي شكله النهائي، لانه هو عايز سكينه حاميه. شايفين بقى يا حبايبي السكينه الحاميه فرقت معاه ازاي؟ طبعا السكينه الحاميه، السكينه التانية دي ما كانتش حاميه، فلما تيجي تقطعيه قطعيه بسكينه حاميه كده. قطعته طبعا على طول المنظر ده. لازم زي ما قلت لك يتحط في حاجه متغطيه عشان ما ينشفش منك اهو. شايفين جماله وحلاوته؟ شايفه من جوه مستوي وجميل، والزيتون باين فيه ازاي. ريحته بقى مش ممكن اقولك، اصلا الولاد من بالليل يا ماما مش هتقطعي اللانشون، يا ماما مش هتقطعي اللانشون، قلت لهم لا مش هقطع لكم اللانشون دلوقتي، الصبح اقطع لكم اللانشون. حلو جدا يا جماعه، جربوه في البيت، حاجه نظيفه كده وحاجه مضمونه، يعني حاجه كده هتفتح النفس بصراحه والله العظيم. وده بقى يا حبايبي الشكل النهائي للطبق بتاعنا. شايفين يا جماعه جمال اللانشون وحلاوته؟ حاجه مضمونه لولادك، تحافظ على صحتهم، ولا بقى اللي بيجي من بره ولا احنا عارفين هو بيتعمل ازاي. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. بس لو عجبكم ما تنسونيش في لايك واشتراك، تعملوا شير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. مع السلامه، ونتقابل في فيديوهات تانية كتيره باذن الله.